عجنه بنتك وخبزاها كويس ولا لا؟ من خلال 3 اسئله لكل ام، كل سؤال عليه 5 نقط، هنحله برضو في 10 ثواني بس. سالناهم اسئله، جاوبوا اجابات محدده، مطلوب منكم تجاوبوا نفس الاجابات بالظبط، او لو انتوا مكانهم هتفكروا ازاي. جاهزين؟ مع المسابقه الرابعه وعجناك وخبزاك. اقوى ام في مصر. السؤال لماما سمية، لو بنتك طلبوا منها تاخد كورس معين في الشغل وهي مش عايزه، هتعمل ايه؟ هتروح تاخده وخلاص؟ هتضرب شهاده انها راحت؟ هتقول لهم انا مش بتاعه تعليم وكورسات؟ هتحضر يوم ومش هتروح التاني؟ ماما سمية اخترتي ايه؟ هتروح تاخده خلاص. طب تعالي كده نشوف فاطمه قالت ايه؟ يا رب. انا بتاعت شغل يا ماما ولا تعليم؟ جديده يعني، حرام عليكي. امال بتاعت ايه يا حبيبتي؟ قاعده في البيت وميك اب. اوكي ما شاء الله. لا ان شاء الله فالحه وناجحه باذن ان الله. شاء الله. امشي كده، يلا يجيك يا بنتي. ركزي. ميرسي يا فاطمه، هي اللي تركز. ماشي يا حبيبتي. السؤال لماما امل، لو بنتك مسافره في القطر ونسيت تحجز، هتعمل ايه؟ مش هتسافر وهتستنى تحجز؟ هتفضل واقفه طول الطريق؟ هتدخل على اي كرسي وتعمل نايمه عشان ما حدش يقومها؟ هتعمل نفسها تعبانه عشان حد يقوم لها؟ ماما امل اخترتي ايه؟ مش هتسافر وهتستنى تحجز. ليه ما تستهوك وتعمل نفسها تعبانه؟ ما بتعرفش قوي. اكيد حد هيقوم لها. ما بتعرفش قوي، مش عارفه. ما بتعرفش. هتقول كيوت كده؟ هي. كيوت، شكلها كيوت وطيبه. ما اعرفش. اجابه صحيحه. السؤال لماما سمية، لو بنتك متقدم لها عريس وكان متقدم لواحده صاحبتها، هتعمل ايه؟ هترفض من غير ما تشوفه؟ هتروح لصاحبتها وتاخد رايها؟ هتقعد معاه الاول وتقرر بعد كده؟ هتتخطب له وبعدين تقول لصاحبتها يوم الخطوبه؟ ماما سمية اخترتي ايه؟ هترفض من غير ما تشوفه. اما هو غريب قوي ماشي يلف على اصحابها كلهم. ما هو اصلا دي اميره. هتقول لك لا. اجابه صحيحه. بيجي لها عرسان كتير وبترفض؟ والله. ليه كده؟ ما اكلمها. نكلمها في الموضوع ده، البت ملهاش الا جوزها وبيتها. انا بقول كده والله. معروفه مش عارفه مصلحتها. مش عارفه. ماما سمية، ايوه. لو بنتك كانت بتزور واحده صاحبتها في الشغل وفجاه دخلوها معاهم اجتماع مهم في الشركه، هتعمل ايه؟ هتدخل تقعد من سكات؟ هتهرب بسرعه؟ هتتعامل على اساس انها واحده من الشركه وتقول رايها؟ هتدخل وتعمل فرح جوه؟ هتدخل بايه؟ وتعمل فرح جوه. ماما سمية اخترتي ايه؟ هتدخل وتقعد من سكات. يا سمية، صح؟ سقفوا لي بقى. كنت مستني اللحظة دي من زمان. إجابة صحيحة. انا اللي هسقف. حبيبتي حبيبتي دوقتي طعمها. إجابة صحيحة. نصفتني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. كفايه بقى يا كده. رب ما نرجع للي كنا فيه تاني. ربنا هيعوضني بقى فيها. السؤال لماما أمل، لو بنتك اتخانقت معاكم وقررت تسيب لكم البيت، هتروح فين؟ عند حد من صحباتها؟ عند حد من قرايبكم؟ هتقعد على السلم لغايه تكلموها؟ هتنزل عند جيرانكم؟ هي اولا ما تقدرش. برافو، مسيطره انت. لا ما تقدرش تسيب. اخترتي ايه؟ هتقعد على السلم لغايه ما نكلمها. لا، عجناها وخبزاها. بجد؟ اجابه صحيحه.
السؤال لماما سمية، لو بنتك صرفت كل فلوسها واتبقى معاها آخر 200 جنيه هتصرفهم في إيه؟ أكل، لبس، ميك اب، سينما. ماما سمية اخترتي ايه؟ ميك اب. وتقعد من غير اكل؟ هي تاكل بردك بس تاكل عندي. طب تعالي نشوف اختارت ايه. مش هرد. اخترتي ايه يا اميره؟ انا ميك اب؟ بذمتك احلفي. احلفي. عايزه يعني تحسني صورتي قدامهم؟ ايوه. ماشي. ما شاء الله دي حتى حاجات خفيفه خالص. ما شاء الله عليها سحبه ايلاينر واصله للودان. ميرسي قوي يا اميره. صارت ايه؟ اكل؟ اختارت اكل. والله كنت هقولها وبعدين قلت بلاش اوضحها. انت حرماها من حاجه؟ والله ابدا. يلا ماما سميه، اتفضل. عشان خاطري يا غاليه ما توغوشيش قلبي عليكي بقى. حاضر. يا حبيبتي والله نحييها تحيه جامده. والله انت طيبه وجميله. الحمد لله. حاضر يا روح، يا رب تكسبي يا رب. يا رب ان شاء الله. لو بنتك قررت تنعزل عن الروتين بتاعها هتختار تعمل ايه؟ تروح تستجم في دهب، هتروح اماكن فيها هيصه ودوشه، هتروح عند حد من صحابها كام يوم، هتقعد في البيت وتقفل موبايلها. اخترت ايه يا قمر؟ هتروح وتستجم بدهب. ياخدي 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 ياخدي. برافو. الحمد لله. السؤال لماما امل، لو بنتك خارجه خروجه حلوه مع صحباتها وجالكوا ضيوف في البيت هتعمل ايه؟ هتقعد في البيت، هتقفل موبايلها عشان ما حدش من صحباتها يكلمها، هتقعد شويه وتنزل لصحباتها، هتنزل وتسيب الضيوف. انت اخترتي خير الامور الوسط. اخترتي ايه؟ هتقعد شويه وتنزل لصاحبتها. طب تعالي نشوف بقى اختارت ايه. يا سميه، اقعد في البيت. شفتي يا الذوق؟ عيني يا اختي. كيوت وكمل. انا كنت اقول لها هو انزلي الكمل عادي. يجيب الا الكمل. ميرسي يا سميه. حبيبتي ما عادش في النوعيات دي دلوقتي. مع انا كنت هخليها تنزل عادي. هاديه واميره، يا رب يا رب يبعت لها اللي يستاهلها يا رب. والله يا رب. السؤال لماما سميه، لو بنتك شافت واحده صاحبتها لابسه لبس مش لايق على بعضه هتعمل ايه؟ هتروح تتكلم معاها وتنصحها؟ هتسيبها كده وهي حره؟ هتخليها تلبس حاجه تانية بالعافيه؟ هتقول لها انا مش هنزل معاكي باللبس ده؟ ماما سمية اخترتي ايه؟ هتسيبها كده وهي حرة. هي قالت ايه؟ تعالي نشوف هي قالت ايه. يا أميرة، هنصحها يا ماما، هنصحها. ما تخليكي في نفسك يا اختي وخلينا نكسب. صاحبتي. وده وقت نصيحة. صاحبتي. شكرا يا أميرة. مش عايزة تقولي لها حاجة؟ لا شكرا. طيب يا بنات، المسابقة خلصت. على غير المتوقع ماما سمية 10 نقط. نصفتني. ماما أمل 10 نقط. ماما سمية، أميرة خذلتك 5 نقط. خلصنا المسابقة.